من واحد بينظف حمامات لأصغر ملياردير في العالم، ريتش أغارور، اللي اتولد 1993 في الهند. ولما وصل 19 سنة سافر دلهي عشان يقدم في اختبارات الهندسة، والرحلة دي كانت أول خطوة في حياته. وبدأ يصرف الفلوس بتاعته على محاضرات رواد الأعمال، ولما فلوسه خلصت راح اشتغل عامل نظافة في فندق 3 نجوم. ومن خلال شغله عرف متطلبات الزباين والمشاكل اللي بيواجهوها، وشوية شوية بدأ يشتغل كوسيط للفنادق، بيرشح للزباين فنادق مناسبة ليهم مقابل عمولة بسيطة. وفي سنة 2012 أسس أول موقع ليه، اللي كان بيجمع فيه الفنادق من فئة النجمة للثلاث نجوم. والموقع ده غير حياته 180 درجة. كانت بداية رحلته اللي بقت أسطورية. بعد كده شاف إعلان عن منحة ثيل اللي بيدعمها مؤسس باي بال. الراجل قدم فيها وعرض فكرته واتقبلت، وكان يعتبر هو الهندي الوحيد اللي خد المنحة، وكسب 100,000 دولار وكورسات تدريبية في وادي السيليكون. فقرر بعد كده إنه يعيد تشغيل موقعه القديم بس باسم أويو، اللي هي معناها